السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم بغيت نوجد الرز صفر، ودرت هنايا فروج زياده، نصف فروج وزياده ديال اللحم، ودرت معاه بصله رقيقه مشلضه هي والربيع، ومربع ديال الزعفران والملحه، وعاد غادي نزيد العطريه. وهي البصله كيفاش كنقردوها هي رقيقه. الرز هو درته في الماء، خليته يدير يشرب شويه، وعاد غادي ان شاء الله نزيدو على هاد لاصوص اللي كنطيب. دابا هنايا درنا شويه د الربيع بحال البصله، وغنزيد البصله، وغادي نزيد سميتو البزار والسكينجبير والخرقوم، شويه د القرفه، وغادي نسد عليه طيب كيما طاب ليا الدجاج وداكشي، وغادي عاد نرويه بشويه ديال الماء فين يطيب الرز، وغادي ندير ليه الرز، وديك الساعه غنوريكم كيفاش جا. وهانتوما معايا الشباب ديالي. دابا بعد ما درنا البصله كتشحر، عندي هنايا السمن، القرفه، سكينجبير، البزار، الخرقوم البلدي، وغادي نديروهم البصله راه مقطعه رقيقه. نخليوه دابا يتشحر، وعاد ديك الساعه نشوفوا كيفاش جا وغنشاركو معكم. دابا بعد ما رويت الدجاج ديالي غنسد عليه وغنخليه يطيب حتى يطيب، عاد غادي نزيد عليه الرز. وهانتوما معانا. بعد ما حليت على الرز دابا لاصوص ديالي درت فيه الرز والحيمه حتى هما طابوا، ودابا غادي نخلي الرز ديالي على المهل يطيب غير بشويه عليه حتى يطيب، وعاد ديك الساعه غادي نوريكم كيفاش جا، وتابعوا معايا. وغنزيد عليه دابا الزبيب. وهذا هو الرز ديالي بعد ما طاب، ها هو. دابا غنخليه يشرب شويه مزيان، وما راه طايب. وشوف تبارك الله هاد الزبيب خليته شويه كبير. دابا غنخليه يشرب شويه مزيان، وديك الساعات غادي نسربيه ونوريكم كيفاش جا. هذا هو الشكل النهائي ديال الرز ديالنا. شوف كي جا اللحم، جا محمر وجا واعر ورطب وجا زوين. طيبته هو هذاك. شاركوا في القناه، بارطاجيو لي الفيديو مع الحباب والاصدقاء، يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.